الحمد لله ان في وصفه بتخلينا ناكلوا الكوسه، ولو اكلناها كل يوم بالوصفه دي هنعملها كل يوم مش هنزهق منها، لان احنا ما بنحبهاش طبيخ ولا بحبها باي طريقه غير الطريقه دي. طب الاول تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هيا بينا نطبخ مع حنان. ده كيلو وربع كوسه، مش عارفه قد ايه بالظبط لان انا جبته على مرتين اتنين، حتى الشكل مختلف. قشرتها وكحتها بالمقوار كده، وقطعتها بالقطعه بتاعت المخلل بورب. طيب معلقتين اتنين زيت في صينيه كبيره عشان الكميه ما شاء الله كبيره، معلقه توم. شوح شوح، مجرد ما شوح انزل بقى بالكوسه مغسوله ومتصفيه وناشفه وزي الفل اهو. السمك بتاعها كده زي 2 سم تبقى عشان تتحمل معانا. طب نشوح بقى، نشوح. جميله وحلوه، وصفه حلوه قوي هتخليكم كل يوم عايزه تعملي تاكلوا كوسه حلوه وصحيه، ما احنا ما بنعرفش ناكلها الا كده. طب كمون وفلفل اسود وملح، كل حاجه ربع معلقه. شوح شوح، اهم حاجه بس اشوحها الاول بالثوم كده، بتديها بقى نكهه حلوه جدا جدا. الثوم مع معلقه الزيت بس، الدهون قليله جدا في الوصفه دي كمان. طيب يلا قلبنا. كوبايه ميه كبيره، كوبايه ميه مش عشان تستوي، لا انا محتاجه كوبايه الميه اللي هي هتنزل، وكمان اخد ميه الخضار الكوسه كمان. طيب يلا بينا. خلاص استوت كده، سبت فيها بس ايه يعني سيكه كده، ما استوتش قوي عشان ما تتهريش. معلقه سمنه صغننه خالص في طاسه على النار. ده 300 جرام لحمه مفرومه، ممكن تحط نص، ممكن تحط ربع، ممكن تحط اقل ممكن تحط فراخ. بصي في الوقت ده الحشوه دي ترجع لك. ده 300 جرام لحمه مفرومه. نزلت بيها ببصلتين اتنين حجم وسط مقطعهم كرهات صغنن اهو. هشمعهم الاتنين مع بعض، مش هشمع اللحمه الاول والبصل تاني، لا انا بحطهم الاتنين مع بعض. بيدي ميكس حلو، بيدي طعم احلى، بيدي طعم مسكر كده وحلو. حابه تشمعي انت اللحمه الاول لوحدها مفيش مشكله بالنسبه لي. 7 بهار فلفل اسود، هحط ملح دلوقتي. توابل نص 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 معلقه صغننه بتاعه الشاي. طيب واحده فلفل وواحده طماطم مقطعهم برده كرهات صغننه. اسيبهم بقى يستووا، احط لهم كوبايه ميه كده سخنه صغننه، الكوبايه اللي هي الصغننه دي بتاعت الشاي الصغير. طب عشان يستوي كله، انا عايزه الخضار بقى ده كله يستوي مع اللحمه والعصال خالص، بس هسيب برضو فيها ايه سيكه، مش هنشفها قوي، انا مش محتاجه الاكله دي تبقى ايه الوصفه دي تبقى ناشفه قوي. حطيت ربع معلقه ملح، وظبطي ملحك برضك على حسب الوصفه بقى وعلى حسب الكميه. طب يلا بينا. حله بقى على النار كمان، معلقه زبده زيت سمنه اللي تحبيه مفيش مشكله اهو. الزبده على الزيت كمان اهو. يلا عشان اعرف اشوح، هحط لها 3 معالق دقيق، 3 معالق بس. قلب قلب اشوحهم كده وهشم ريحه الدقيق تبقى طالعه كده، بيبقى ريحته حلوه اول ما بتشمع، بيبقى ريحته احلى كمان. ده لتر لبن، اوكي لتر لبن هنزل بيه، ممكن تقسميه. طب ايه كوبايه الميه اللي قلت لكم حطيتها في الكوسه، انا عايزه اخد طعم الكوسه، فحطيتها خدت بقى من الخضار وخدت ده منه، ورحت منزلاها تاني مع البشاميل بتاع الكوسه. صح كده. حطيت ملح بس مش هحط توابل، ليه؟ انا اخدت الميه بتاعت الكوسه، ادت البشاميل طعم روعه 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 وريحه. وكده كده احنا حاطين لها توابل برده، 7 بهار والفلفل الاسود كله نزل ايه في البشاميل معاه. سيرفيس بقى بتاعنا، حطيت معلقتين اتنين بس بشاميل كده من تحت. هرص بقى الكوسه بتاعتي واحده واحده كده، احطهم جنب بعضها. احنا كده كده ان ايه هي مستويه، بس انا سايباها كده عشان اعرف ارصها بس تبقى حلوه. كل الوصفه مستويه دوبك هتدخل بس الفرن. يعني انت حابه لو تعمليها كده وتحطها في صينيه بس المونيا وتحطها على النار وتغطيها من فوق، ممكن تاكلي بيها. لو ما عندكيش فرن مش هتعطلي برضه. انزل رصتها كلها جنب بعضها كده، نزلت بالعصاج افرده برضه عليها، افرده. طيب معلقتين اتنين بس بشاميل كده معاهم، في بيخليها كلها تبقى لاصقه كده ببعضها، مع انها كلها كده جوسي يعني. يلا بينا. احط طبقه الكوسه التانية بقى كمان، عشان كده انا عملت ايه، انا عملت كوسه كميه كبيره. ده يجي كيلو ونص، كيلو وربع، ده كيلو وربع كوسه. طيب انزل بقى بالبشاميل كده، اغلغلها بقى كده، اغلغلها حلوه قوي. ولا هنستخدم بقى جبنه ولا هنستخدم زبده تاني ولا اي حاجه خالص. الوصفه حلوه وخفيفه ولذيذه. وزي ما قلت لك ممكن تحطها رشه بابريكا بس عشان تكسر معانا اللون الابيض ده، عشان مش هنحط زبده ولا هنحط اي حاجه. دخلتها في النار، الرف اللي هو فوق الشعل على طول فوق العين. كوبايه لسان عصفور، معلقتين 3 معالق زيت، كوبايه لسان عصفور اللي هي الربع كيلو رز. بص المقدار ده مظبوط جدا جدا. نص معلقه ملح.
نص معلقه ملح، هحط ربع كمان عشان يبقى متظبط. سيكه بس فلفل اسود. اللسان العصفور مع الرز بيدي طعم حلو قوي، روعه وحلو وجميل. خلاص مش هتاخد معانا تلت ساعه، تلت ساعه مش هتكمل نص ساعه. الرز بقى حتى عملناه بزيت، وفي الاخر خالص ما بتحط نص معلقه زبده او سمنه فلاحي، او السمنه اللي عندك يعني مفيش مشكله، اكنك عاملاها كلها بسمنه. بص الرز مفلفل ازاي اهو. بص انا قلبته وسبتها من فوق نص معلقه الزبده ده، اكنك عاملاه كله. في الاخر بقى بيبقى نكهته حلوه قوي وجميل. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله 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 الله، ده تبلو ده تبلو ده احلى صينيه كوسه بالبشاميل ملهاش حل. مال السرفيس ده يعني قلبي 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 من جوه كده بجد والله. روعه. مغذي وجميل والله العظيم. الولاد اللي ما كانوش بيحبوه، عندي الولاد الصغننين اللي ما كانوش بيحبوه وما بيحبوش الكوسه دي ابدا ابدا، يقول لك الله يا نانا جميل. احفادي وكمان قالوا لي الله جميل جميل جدا جدا. بص الرز بقول لكم، بص الرز كمان نص معلقه الزبده اللي في الاخر دي، ما بتحطها في الاخر اكنك عاملاه كله بزبده. انا عاملاه بمعلقتين 2 زيت بس. تعالوا بقى بسم الله ما شاء الله، تعالوا بقى اللحظه الحاسمه. الله الله الله، مش قادره اوصف لكم الريحه، مش قادره اوصف لكم الطعم. مسكره جدا، طعمها حلو. ممكن تعملها بسندوتشات على فكره، ممكن تاكلي كده تفتحي السندوتش وجرجير كده وتعمليها بسندوتشات عيش، مش لازم رز يعني. بس اقول لكم ايه، هي مغذيه وحلوه ويوم بيعدي ووصفه سريعه ولذيذه، وممكن تعملي باقل الكميه يعني تقسمي نص الكمية برضو بتمشي ماشي الحال. صباح الهنا وصباح السعادة وصباح السكر على قلوبكم السكر. أشوف وشكم بخير في الجديد، مع ألف سلام في رعاية الله وحفظه.